السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد واقتراح جديد. اليوم جبت لكم هذا الاقتراح ديال هذا الكيك اللي كيجي كبير بحجم عائلي. المول اللي خبزت فيه هذا الكيك القطر ديالو 32 سنتيم، يعني الا كانت العائلة مجموعة او لا كانت عندكم شي عراضة ولا بغيتو ديوها عند الحباب او لا بغيتو ديروا هكا شي خريجة بيكنيك هكا، فهذا الكيك هذا يعني اقتصادي كيطيح رخيص وفي نفس الوقت كيجي زوين. بالنسبه للتزيين زينو بالطريقه اللي بغيتو. انا بغيت ندير هذا الشكل هذا بحال ديال الربيع، كتجي الكيك يعني كتحل الشهيه كيف كنقولوا، وانتم زينو بالطريقه اللي بغيتو. بسم الله على بركه الله. اول حاجه في بول غادي ندير قبصه ديال الملحه وجوج اكياس من السكر ملسم بالفانيلا. هاد الكيك الطريقه ديالها شويه مختلفه. هنا عندي 5 ديال البيضات. علاش 5؟ ديروا غير 4 البيضات. انا عندي 5 صغار بزاف كيف كتشوفوا، صغار بزاف، يعني الا جينا غنوزنوهم يلا غيعطيونا 3 ديال البيضات. الا كان البيض كبير فانتم ديروا غير 4، اما انا كان عندي البيض صغير بزاف اضطريت انني ندير 5 البيضات. والبيض دائما بدرجه حراره المطبخ. هنا درت كاس ونص ديال السكر سنيده، دائما العبار بكاس ديال العنبه. ما تخافوش ما غاديش حلوه لان الكيك كبير بزاف. وهنا درت كاس عامر ديال زيت المائده و ياغورت بطعم الموز. يعني ديما كيعجبني ندير البنان، النكهه ديال البنان في الياغورت في الكيك. هنا عندي تقريبا 3 الكيسان ونص ديال الدقيق الابيض. العبار كيف قلت لكم دائما بكاس ديال العنبه. وهنا درت 4 لي ساشي ديال الخميره الكيماويه. صافي وغادي نخلط كل شيء. بالنسبه للدقيق قد تقدر تدخل لكم قل اولا اكثر، المهم انتم غتشوفوا القوام ديالها النهائي. غنخدموها بهذه الطريقه بحال هكا كل شيء الافو، يعني كل شيء دقه واحده، ما غادي نخدموا لا سكر لا والو، يعني تيذوب السكر. وغادي نديروا الكاكاو صافي وغادي نخلطو مزيان. هاد الكيك ما كنخدموهاش بالطريقه العاديه الكلاسيكيه اللي كنخدموا البيض والسكر حتى كيذوبوا وعاد كنبداو نزيدو بقيه المكونات، ولكن راه كيجي هشيش، كيجي مويلو، كيجي زوين. غنوريكم ان شاء الله الشكل النهائي في الاخير. شوفوا القوام ديالو كيفاش كيكون ثقيل، يعني قريب للعجينه ديال الصابلي، خفيف على الصابلي واحد شويه، يعني العجينه ثقيله. من بعد غادي ناخذ كاس ونص بكاس ديال العنبه، غادي نضيف ليه 2 معالق صغار ديال قهوه سريعه الذوبان اولا 2 لي ساشي. بالنسبه للماء اللي درت فيه القهوه فهو ما طيب، يعني حتى يطيب الماء حتى يغلى. عاد فاش نضيفوا ليه القهوه نضيفوها مباشره لهذا الكيك. هذا المطيب كيعطيها واحد الهشاشه وكتجي الكيك بحال اللي فاسكه، يعني كتجي زوينه. يجربوا هذه الطريقه هذه غتعطيكم كيكه اللي غتجي خفيفه وفي نفس الوقت كبيره. الكيك يعني كيجي الحجم ديالو كبير بزاف. صافي غادي نخلط كل شيء غير تينسجم ليا الخليط. من الاحسن نديروا هذا الكيك هذا خدموها في واحد البول اللي يكون كبير. انا هذا ما كانش كبير بزاف فما خلطتهاش مزيان. نتوما خدموا في بول اللي تكونوا مرتاحين فيه في الخدمه. هذا هو القوام ديالها، كيجي شويه خفيف، ما كيجيش ثقيل بحال الكيك العادي كيف كتشوفوا، يعني شويه خفيف. غادي ناخذ مول اللي دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق. صافي غادي نخوي هذاك الخليط ديال الكيك. بالنسبه للكيك كيف كتشوفوا كيجي بحال داك الكيك اللي كنديروه طبقات، يعني كيجي خفيف. وديما الكيك ديال الكاكاو ضروري كيكون خف من الكيك العادي، لان الكاكاو كيمتص السوائل اكثر من الدقيق. صافي بالنسبه للطياب راه ما غتاخذش الوقت بزاف، لان المول كبير، ما تخدموهاش مول صغير لانها ما غاديش تقدروا تخدموها في مول كبر تجيكم يعني ما عالياش بحال هكا، ولكن ما تخدموهاش نهائيا في مول صغر من هكا لانها الخليط كتير بزاف. هنا تقريبا خدات 35 دقيقه لان المول كبير. صافي وهنا طابت
وهنا غادي ندوز غادي نصوب واحد الكريم باتيسير اللي دغيا ماشي الكريم باتيسير كلاسيكيه هذه، كريمه بالزربه. هنا درت لتر ديال الحليب، درت 3 ديال صفر البيض، 4 المعالق ديال سكر سنيده، و2 معالق كبار عامرين ديال النشا، ومعلقه ديال الدقيق. يعني كل شيء في هذه الكريمه كنديروه خطره واحده، هو كنحركوه على قبل ما نديروه فوق النار، كنحركوه مزيان حتى هذاك الدقيق والنشا والبيض وكل شيء كينسجم. بعد كنديروها فوق النار، ولكن ما نحبسوش التحراك باش ما يطيبش لنا داك البيض ويتكلل لينا وتخسر لنا لا كريم. في حاله ما الى طرات لكم يعني سهيتوا عليها ولا تكلل لكم البيض ولا، فانتوما خذوا الميكسور وميكسيوها، اولا خذوا الصفايه وصفيوا الخليط ديالكم، ولكن من الاحسن ديروا ميكسور انا ما غتصفاش لكم مزيان. هنا غادي نديروها فوق النار حتى يعني تماسك، وغادي نحيدها. راه دغيا كتماسك، غير نتوما ضروري تبقاو تحركوا فيها حتى توصل لكم يعني حتى تولي سميكه شويه. بالنسبه للكيك تقدروا تخليوها غير هكاك، ما تحتاجوش ديروا لها يعني ما ديروا ليها لا كريمه لا والو. المهم هذه درتها انا هكا شاركتها معكم. المهم نتوما خذوا غير الكيك، لما يعني ما بغيتوش هادشي كامل ديروا غير الكيك. هنا درت واحد المعلقه ديال نكهه الفرomboise، وغندير واحد المعلقه صغيره ديال النكهه ديال الشوكولا. بالنسبه لهاد النكهات بدلوا وغيروا كيف ما بغيتوا. ما بغيتوش ما ديروش، اولا هاد الكريمه هذه ديروا ليها الشوكولاته السوداء بحال هكا. في بلاصه لاغوم مثلا ديروا شوكولاته سوداء ولا بيضاء، ولا ديروا بخاليني، ولا ديروا الكراميل، ديروا اللي بغيتوا، اولا ديروا غير القهوه كتجي زوينه القهوه. مهم ديروا اللي بغيتوا، ولا ما ديروش كاع لا كريم باتيسير، يعني ذوقوا غير الكيك من الفوق. انا شاركت معكم شنو درت واقتراحات ربما يعني تنفعكم. هنا درت كيف قلت لكم النكهه ديال الشوكولا مع النكهه ديال الفرomboise، كيعطي واحد المزيج، واحد الكو زوين. بالاحسن الانسان يدير يعني ديما الحاجه الطبيعيه، بحال مثلا الشوكولا ولا هو بعض المرات الانسان كيكون مضطر على شي حوايج، مره ما منها باس، يعني عادي. صافي غادي نخلطهم. المهم عطيتكم الكيك هي الوصفه الاساسيه، وانتم بدلوا غيروا، لا بالنسبه للتزيين ولا بالنسبه للكريم باتيسير ولا بالنسبه يعني كيبقى لكم اختيار ديروها ولا ما ديروهاش. هنا الكيك غادي نقطعها، يعني غادي نقسمها على النص. انا ما قسمتش على النص، النص التحتاني خليت النص الفوقاني هو اللي كبير، والنص التحتاني رقيق. علاش؟ باش هذاك النص الفوقاني يعني ما تبقاش هذيك الكيك تزلق، هذاك النص الفوقاني تقل عليها وتبقى شاده راسها. انا غادي نقطعها وغادي نوريها لكم لداخل. كيف قلت لكم راه انا ما خلطتش مزيان لانني ما خديتش واحد البول اللي هو كبير. نتوما ديما خدموا في بول اللي تكونوا يعني غتخلطوا فيه مزيان. هنا غادي يبان لكم الكيك كيف كتشوفوا كيجي زوين بزاف، ولكن كيبان لكم راه انه ما مخلطش مزيان. نتوما باش تفاداو هذا المشكل هذا، نتوما ديروا بول اللي يكون كبير، يعني حيت هذا الكيك كيف قلت لكم الخليط كتير. هنا مني قسمتها غادي ندير هذيك لا كريم باتيسير من الوسط. بالنسبه للقاعده ديال الكيك فانا سقيتها بشويه ديال الحليب. نتوما سقيوها باش ما بغيتو الحليب والكاكاو ولا الحليب والقهوه، اولا غير الحليب كيف ما درت انا بوحدو، ولا عندكم شي سيرو ولا الليمون اللي عجبكم. المهم انا عطيتكم الوصفه ديال الكيك، وانتوما ديروا اللي يعني الحاجه اللي عجباتكم خليوها في هادشي اللي يعني في طريقه الزين اولا بالحشوه، والحاجه اللي ما عجباتكمش ما ديروهاش. المهم انا عطيتكم الوصفه ديال الكيك، وانتوما كل واحد الذوق ديالو، كل واحد شنو كيعجبو ديروا يعني اللي الحاجه اللي كتعجبكم. اما بالنسبه للكيك اللي ما تبدلوش الوصفه ديالو، لان الوصفه ديالو مضبوطه وكيجي بها زوين، كيجي هشيش مويلو، كيجي فتي، وكيجي ايضا اقتصادي، وكيف قلت لكم حجم عائلي. وهنا ملي بغيت ندير النص الثاني ديال الكيكه، يعني النص الفوقاني ديال الكيك، طاح ليا من يدي وطاح غير على الرخامه وتهرس للاسف. ولكن كلشي كيتقاد، كلشي كيتخبى.
ومني كتقطع الكيك ما كيبقى يبان والو. مهم تهرسات. هنا زينتها باللوز اللي كنكوه بالبيستاش. نتوما زينوا باش ما بغيتيو. انا عجبني عجبني ندير ليها هذا الشكل هذا، وانتم كيبقى لكم الاختيار، زينوا كيف ما بغيتو وكيف ما كيعجبكم. صوبت هنا قليبات وزينتها بهذه الطريقه. هذه الطريقه اللي عجبتني، وانتم كيبقى لكم الاختيار، ديروا اللي كيعجبكم. هاد القليبات صوبتهم غير بالباطا سكر، نتوما ديروا اللي عجبكم واللي كترتاحوا. اي وحده دير الذوق ديالها، وهذا هو الشكل ديالها من الداخل. ونتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وهاد الكيك تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم والاستحسان ديالكم. اللي ما تابوناش في القناه يتابونا، واللي عجبو المحتوى طبعا يخلي لي لايك وكومنتير زوين. ونتلاقاو في فيديو جديد. بسلامه.